أهلا بكل بنوتة وست جميلة بتسمعني، حابة إن هي تطور من نفسها وتحسن حياتها وعلاقتها. مكانك الصحيح في فلاجز حمراء. فلاجز حمراء هي قناة بتكشف لك حاجات ممكن تكون مسببة لك مشاكل كتيرة جدا في حياتك أو في علاقاتك، أو تكون واقفة حاجز بينك وبين سعد. سميتها فلاجز حمراء، ولكن أنا بقول عليها فلاجز حمراء مش موجودة في مكان تاني. أنا هنا بكشف لك علامات وسميتها فلاجز حمراء لأنها فعلا فلاجز حمراء. لو شفتيها وعرفت إنك تلاحظيها هتقدري تغيري كتير جدا جدا في حياتك وفي علاقاتك، وتعيشي حياة أسهل وأفضل، وتكون علاقات جودتها أقوى. النهاردة هكشف لك أهم فلاجز حمراء في العلاقات اللي حوالينا، واللي ناس كتير جدا ممكن تكون واقعة يعني حبيسة التصرفات دي، مش عارفة تخرج منها لأنها مش مدركة النمط نفسه وتبعياته اللي ممكن تكون مسببة مشاكل كتيرة جدا. وعلى الصعيد الآخر، الناس اللي هي مش بتعمل التصرفات دي هتفهم كلامي كويس قوي. عايزة أشوف آرائكم في الكومنتات، متنسيش تشتركي في القناة عشان توصلك كل الفلاجز الحمراء اللي مهم انك تعرفيها. النهاردة هغير مفهومك تماما وهشيل الغبار والستار عن أهم سر محتاجة تعرفيه عشان تعيشي قوية بجد. زي ما قلت في حلقاتي السابقة إن القوة الحقيقية في الأنوثة أو طاقة الأنوثة أو القوة من مفهوم الأنوثة هي القوة الصامتة، القوة الناعمة اللي بتحرك جبال. هثبت لك دلوقتي إن القوة مش في إنك انت تظهري نجاحك، ولكن سرها في إنك تخفي خططك. عارفة البنات أو الستات أو الناس اللي بتعلن انتصارها قبل ما تحققه، مجرد أفكار، تحفيز، خطة بتعلن عنها لأقرب الناس ليها. دي النوعية اللي من غير ما تحس بتخسر حياتها. مقابل إيه؟ مقابل إنها تثبت وتظهر إنها قوية وناصحة، وبتجذب ليها الناس المنافسين. عارفة يعني إيه استنزاف طاقة اللي الناس بتقعد تقوله في فيديوهات كتيرة جدا وانتي مش فاهماه؟ عشان كده مش عارفة تاخدي خطوة إنك تغيري من نفسك. هقدم لك حل مش هتلاقيه غير في قناتي، حلول على أرض الواقع. والسر يا ست الكل هنا، الناس بتستنزف طاقتك لما انت بتحكي، بتحسي بعدها انك مش قادرة تنفذي حاجة وخلاص، بتحسي ان انت مجرد ما حكيتي بتنسي بعدها الموضوع. السر هنا ان النوع ده بيجذب ليه منافسين اقوياء خفيين. المنافسة بتخلي الناس دي، النوع اللي هو الحاقد، يشتغل على نفسه في صمت عشان ما تعليش عليهم، وهي في نفس الوقت اللي بتكون حاكية وظاهرة انها قوية ما بتكونش بتعمل اي حاجة غير ان هي واقفة في مكانها. هنا بيكون حصل لها استنزاف، لان بالظبط اللي انت حكيتي ليهم خدوا طاقتك وبدأوا يشتغلوا في صمت وخفاء عشان ما تسبقهمش بخطوة. هقولك ازاي تطبقي الطريقة انك ما تظهريش اي خطتك، وهقولك ازاي تشتغلي على نفسك بالصمت، وان قوتك الحقيقية انك تخفي خطتك. خليني بس اذكر نقطة مهمة جدا قبل ما ابدأ. كم حد شفتيه في حياتك ناجح من ضمنهم رجال الاعمال والناس المؤثرين قالك انا رميت كل الناس وارائهم ورايا وبدأت؟ لان السر هنا انه وجه طاقته في الانتاج وفي التنفيذ. ناس تانية كان عندهم افكار جميلة ولما حكوها للناس بدأت الناس تقول لهم ده انت مجنون، مفيش الكلام ده، مش هتقدر. فبدأ يثبت، يحاول بكل الطرق ان هو يثبت لهم انه على حق وانه يدافع عن فكرته
وفقد طاقته كلها ومجهوده في إنه بس بيحاول يقنعهم بحاجة هو المفروض ما كانش حكاها من البداية. خلّيني بقى أدخل معاكِ يا ست الكل في الطرق والخطوات إن أنتِ تخفي خطتِك إزاي. سياسة الفتاة، لمّا حد يسألِك بتعملي إيه، ادّي له معلومة صغيرة أوي، بالعكس بقى عرّفيه إن أنتِ مُحبطة منها. أنا هنا مش باعلّمِك إزاي تكوني سامة أو إزاي تكوني خبيثة، لأ، أنا باعلّمِك إزاي تحمي طاقتِك، لإن اللي بيسأل ده خصوصًا في حاجات زي كده ممكن تسبب لِك استنزاف طاقة، ده يا إما حد بيحبِّك يا إما حد حاقد، فأنتِ هتدّي له معلومة تستخدمي سياسة الفتاة، وإذا كان بيحبِّك هيدعي لِك ويدعمِك ويشجعِك، وهنا أنتِ بتاخدي طاقة ومن غير ما تسرقي طاقته، أو هيسكت ويقول لِك كبّري دماغِك مش عارف إيه، معاكِ حق إنِّك فعلًا شِلتِ الموضوع ده من دماغِك، وده النوع الحاسد. فأنتِ حد يسألِك عاملة إيه، ماشية إيه في الموضوع اللي أنتِ بتعملي إيه في الكورس بتاعِك، في الماجستير بتاعِك، والله باحاول أطوّر، والله باحاول على قد ما أقدر، دعواتِك، والله الدنيا مش بالسهولة اللي كنت متخيّلاها، بس الحمد لله هو محتاج بس مجهود ووقت، وأنا باحاول إن أنا أفضّي نفسي. تظهري إن أنتِ تبقي واقعية، لكن النوع التاني ده أنا الدنيا تمام معايا أوي، ده حتى الدكاترة بتحبّني، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا باروح ألاقي الأمور ماشية، ده أنا ناوي أعمل كذا. هنا بيخلق تنافس شديد جدًا، أو لو حد بيحبِّك مش هيحس بيكِ ومش هيدعمِك، عشان كده بنات كتيرة جدًا تقول إيه، ده أنا القوية وأنا الكبيرة وأنا اللي شايلة الهَم وما حدش بيحس بيّا، عشان حضرتِك اللي دايمًا تظهري إن أنتِ قوية وجامدة مش محتاجة دعم، فما تلوميش حد لمّا ما يحسش بيكِ. رقم 2 خبّي البدايات، دايمًا اظهري النتيجة أو اظهري إنِّك قرّبتِ تخلّصي الحاجة دي، ولمّا تيجي تظهريها ما تقوليش أنا عملت كذا كإنها مفاجأة، لأ، هتقولي أنا بقى لي فترة باحاول إن أنا أعمل كذا وماشية أهو في النُص دعواتِك ليّا إن الموضوع يتم. هنا أنتِ كإنِّك خايفة من حاجة، فمش هتستقبلي منها غير إن هي مش هتقول رأيها هنا، لإنِّك أنتِ already بدأتِ، هي بس هتقول لِك ربنا يعينِك، ربنا معاكِ، أو هتسكت. فلازم إن أنتِ تخبّي البداية، عشان البداية مجرد ما تبدئي خلاص أنتِ عملتِ حاجة كبيرة جدًا. التمويه، رقم 3 التمويه، يعني لمّا حد يسألِك سؤال ردي عليه بسؤال. رقم 4 صاحب السر الواحد، خدي نصيحة من كل شخص على حسب شخصيته، ما تحكيش الموضوع كله لشخص واحد أبدًا، هنا أنتِ المستفادة وتكوني عارفة نفسِك عايزة إيه وبتعملي إيه وبتقولي إيه لإيه وإمتى وفين. وأخيرًا يا ست الكل طاقتِك دي رصيد في بنك نجاحِك، ما تصرفيهاش فَكّ على ناس مش هينفعوا ولا هيدفعوا معاكِ تمن تعبِك، خليكِ حصّالة مقفولة، ويوم ما تفتحيها الكل يتفاجئ بالدهب اللي جواها، وما تخلقيش لنفسِك منافسين وهميين.